كرامة إيران صارت بالأراضي، ونتنياهو عم يعايد ترامب بعيد ميلاده ويقول له يا أبو إيفانكا حاولوا الجماعة يقتلوك مرتين ولساتك واقف مثل الصقر. نحن كرمالك عم نحرق الأخضر واليابس ومستعدين نحرق المنطقة كلياتها، بس لا تنسانا بشوية سلاح الله يخليك ولا تورطنا لحالنا. الضربة الإسرائيلية يا جماعة شلت أطراف البرنامج النووي الإيراني وصار يمشي على العكازة، والمفاعل النووي الأكبر بالبلد تم استهدافه. بس الغريب إنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عم تقول ما في إشعاع، كله تمام، كله تحت السيطرة. طيب كيف في ضرر وما في أثر؟ يعني يا عم كذبة نووية ولا سحر فارسي؟ جهات أمنية وازنة بتقول إنه الضربة ألحقت ضررا بالمشروع النووي الإيراني، بس إسرائيل مو راضيانة بنوب على النتائج لأنها أكلت كم رفسة والطرش وصل تل أبيب وحيفا. واضح يا جماعة إنه العملية ما كانت بس لتدمير المفاعلات النووية في إيران، كانت صفعة سياسية وعسكرية وإهانة علنية لإيران قدام هالعالم، ويمكن كمان تحضير للمرحلة الجاية، والعلم عند الله. النظام الإيراني عم يفقد هيبته شوي شوي بعد فشله بحماية قادته الأمنيين، والشعب الإيراني ناطر على الزاوية وعم يراقب هالمشهد، ويمكن في الأيام الجاية ينزل على الشوارع ليكمل ما تبقى من هالنظام. وقتها بنفهم شو كان هدف إيران الحقيقي من كل هالعلاك المصنوع. هيك بتنكشف اللعبة، لا نووي ولا مقاومة، كلها عروض مسرحية، وإيران بآخر المشهد تسدل الستارة وتودع وسلام.